لو بنشتغل ببايثون أكيد بنتعامل مع أنواع بيانات كتير، بس في واحدة منهم الست دايماً كده مظلومة ومحدش بيديها حقها. النهاردة بقى عايزين نكتشف مع بعض ليه الست دي مش مجرد داتا ستراكشر عادية، لأ دي بطل خارق بجد، خصوصاً لما الموضوع يتعلق بالكفاءة والسرعة في التعامل مع البيانات. دي هتبقى رحلتنا. هنبدأ بمشكلة أكيد كلنا قابلناها، وهي مشكلة التكرار في البيانات. بعدها هنشوف إزاي الست بتقدم حل عبقري وسريع، وهنفهم السحر اللي ورا السرعة دي وهو الهاشنج. وبعدين هنعرف إيه القواعد والشروط عشان نستخدمها صح، وإيه العمليات الجبارة اللي بتوفرها. وفي الآخر خالص هنشوف بتستخدم إزاي في شغلنا اليومي. يلا بينا نبدأ بالجزء الأول، مشكلة التكرار أو التحدي بتاع إزاي نلاقي الحاجات اللي مش مكررة بسرعة وكفاءة. خلينا نتخيل الموقف ده. معانا لستة ضخمة وممكن يكون فيها آلاف بل ملايين الأسامي أو الأرقام، ومطلوب مننا نطلع منها القيم الفريدة بس من غير أي تكرار. يا ترى إيه أول طريقة هتيجي في بالنا؟ وهل هي فعلاً أحسن طريقة؟ طيب بصوا معايا كده، الطريقة اللي على الشمال دي كلنا عارفينها. بنعمل لوب ونعمل ليست جديدة فاضية ونقعد بقى مع كل عنصر نسأل هو العنصر ده شفناه قبل كده؟ لو لأ أحطه. عملية مرهقة وبطيئة جدا خصوصا لو الليست كبيرة. لكن بصوا بقى على السحر اللي على اليمين، سطر واحد، مجرد سطر واحد بس، بنقول له set of my list وهو بيعمل كل الشغل لوحده، بيشيل التكرار في لمح البصر. الفرق مش بس في عدد السطور، الفرق في العقلية وفي الأداء، فرق شاسع بجد. ودلوقتي جه الوقت إننا نقدم بطل قصتنا بشكل رسمي، الست، الحل الأسرع والأنظف والأذكى للمشكلة دي. أوكي، إيه هو الست ده بالظبط؟ التعريف الرسمي بتاعه بسيط ومباشر، هو عبارة عن مجموعة غير مرتبة من عناصر فريدة وقابلة لعملية اسمها الهاشنج. الثلاث كلمات دول هم مفتاح القصة كلها، وخلال دقايق هنمسك كل كلمة ونفصصها عشان نفهم كل حاجة. وهنا بقى مربط الفرص. شايفين ده؟ O1، أو زي ما بنقول عليها Constant Time Complexity. يعني إيه الكلام الكبير ده؟ ببساطة شديدة معناه إنك لو بتدور على حاجة جوه الست مش فارق معاها خالص هي كبيرة قد إيه، سواء فيها 10 عناصر أو 10 مليون عنصر هتاخد نفس الوقت تقريبا عشان تلاقيها. تخيلوا؟ ده عكس الليست تماما اللي كل ما بتكبر كل ما البحث فيها بيبقى كابوس. هنا الوقت ثابت، دي سرعة خرافية حرفياً. الجدول ده بيلخص كل حاجة. لو بنعمل تشيك على وجود عنصر في الليست ممكن نضطر نلف على كل العناصر في أسوأ الأحوال، وده اللي بنسميه O of N. لكن في الست العملية دي بتاخد وقت ثابت O of 1. نفس الكلام بالظبط في عملية الحذف، ده اللي بيخلي الست أسرع بآلاف المرات في سيناريوهات كتير جدا. تمام، إحنا عرفنا إنها سريعة بسبب ال O of 1، بس إيه هو السر وراء السرعة دي؟ تعالوا نفتح غطا الموتور ونشوف السحر ده بيحصل إزاي. هنتكلم عن الهاشنج. القصة كلها بتحصل في 3 خطوات. أول ما بنضيف عنصر جديد للست، بايثون بتستخدم معادلة عشان تحسب له رقم مميز كده اسمه الهاش فاليو. الرقم ده بيبقى زي عنوان العنصر. بعدين بايثون بتستخدم العنوان ده عشان تحط العنصر في مكان معين أو باكت زي ما بنقول. فبدل ما تقعد تدور على العنصر في كل الأماكن، هي بتروح على طول للعنوان بتاعه، بالظبط زي فهرس الكتاب. وهنا في نقطة جوهرية ومهمة جداً. عشان الطريقة دي تشتغل لازم الهاش فاليو بتاع العنصر أو عنوانه يفضل ثابت وما يتغيرش أبداً طول ما العنصر ده موجود في الست، لأنه لو اتغير بايثون ببساطة هتروح تدور عليه في العنوان القديم ومش هتلاقيه، هتبقى كارثة. والشرط ده هو اللي بيوصلنا للقواعد اللي جاية. لكل قوة ضريبة. القوة الخارقة بتاعت الست دي بيجي معاها شوية قواعد وقيود لازم نلتزم بيها. تعالوا نشوف إيه هي. بما إن الهاش فاليو لازم يفضل ثابت، ده معناه إن عناصر الست نفسها لازم تكون immutable، يعني غير قابلة للتعديل. عشان كده نقدر نحط فيها أرقام، نصوص وحتى tuples، لكن مستحيل وأكرر مستحيل نحط فيها list أو dictionary أو حتى set تانية. ليه؟ لأن كل دول mutable، يعني ممكن نغير فيهم في أي وقت، وده هيبوظ عملية الهاشنج كلها. وهنا في تفصيلة صغيرة لكن مهمة جدا بخصوص التابل. التابل نفسه فعلاً immutable، بس عشان نقدر نحطه في ست لازم كل العناصر اللي جواه هي كمان تكون immutable. فمثلاً تابل جواه رقم وسترينج تمام جداً، لكن تابل جواه ليست لا، ما ينفعش، لأن الليست اللي جوه دي ممكن حد يغيرها وبكده الشرط اتكسر.
وده بيورينا نتيجة تانية مهمة جدا للهاشنج. بما إن مكان كل عنصر بيعتمد على الهاش فاليو بتاعه مش على ترتيب دخوله، فالست بطبيعتها unordered غير مرتبة، وده معناه إننا ما نقدرش نقول هات لي العنصر رقم 3، يعني مفيش indexing وطبعا مفيش slicing. هي مجرد شنطة فيها شوية حاجات فريدة من غير أي ترتيب. في حتة كده ممكن تلخبط أي حد في الأول. لو جينا نعمل set فاضية وكتبنا قوسين فاضيين وكتبنا كل حاجة قدام function، بايثون للأسف هتعتبرها ديكشنري فاضي مش set. عشان نعمل set فاضية لازم نكتبها صريحة set بعدين أقواس أفنج. دي معلومة صغيرة بس بتفرق جدا وبتمنع باجز غريبة ممكن تحصل. ودي بقى القاعدة الذهبية للست: التفرد. أي عنصر مكرر بنضيفه الست بتطنشه تماماً وبكل هدوء. والموضوع المثير للاهتمام هنا هو إن الست بتبص على القيمة مش النوع. يعني بالنسبة لها الرقم الصحيح 1 والرقم العشري 1.0 والقيمة true، التلاتة دول حاجة واحدة. عشان كده لو حاولنا نحطهم كلهم في ست، واحد منهم بس هو اللي هيفضل في الآخر. أوكي، دلوقتي هنتكلم عن الجزء الممتع. إزاي نقدر نستخدم الست عشان نعمل عمليات معقدة جدا بكود بسيط وأنيق؟ الست بتدينا قوة العمليات الرياضية بتاعة المجموعات. عندنا اليونيون أو الاتحاد، وده بيجمع كل العناصر من مجموعتين في مجموعة واحدة فريدة. وعندنا الانترسكشن أو التقاطع، وده بيجيب لنا العناصر المشتركة بس. والديفرنس أو الفرق بيجيب العناصر اللي في المجموعة الأولى ومش موجودة في التانية. وأخيراً السيمتريك ديفرنس، وده بيجيب العناصر اللي موجودة يا إما في الأولى بس يا إما في التانية بس، لكن مش في الاتنين مع بعض. طيب، الكلام النظري ده كله حلو جدا، بس إزاي بنستخدمه فعلا في شغلنا الحقيقي؟ تعالوا نشوف تطبيقات عملية من أرض الواقع. الاستخدامات حرفياً ملهاش نهاية. في تنظيف البيانات، دي أسرع وأسهل طريقة تجيب بيها القيم الفريدة. في تحليل ملفات اللوج، ممكن نستخدمها عشان نعرف عدد الاي بيز أو اليوزرز الفريدين اللي دخلوا على السيستم. في أنظمة الصلاحيات، بنخزن صلاحيات كل يوزر في الست عشان عملية التشيك تبقى سريعة جدا. حتى في الخوارزميات المعقدة زي الجرافس، بنستخدمها عشان نعلم على الأماكن اللي زرناها عشان ما نلفش في دايرة مقفولة. وقبل ما نختم، دي معلومة عملية ومهمة جدا: إزاي نشيل عناصر من الست بأمان. عندنا 3 طرق. ريموف بتشيل العنصر بس لو مش موجود هترمي error في وشك. discard بتعمل نفس الحاجة بس لو العنصر مش موجود مش بتعمل أي حاجة وبتكمل عادي، ودي الطريقة الآمنة غالبا. وأخيرا pop، ودي بتشيل وبترجع عنصر، أي عنصر، بشكل عشوائي تماما. الخلاصة إذن إن السيتس مش مجرد رفاهية، دي أداة قوية جدا بتساعدنا نحسن الكود بتاعنا، نخليه أوضح وموثوق أكتر وطبعا أسرع بكتير. هي مش بديل للليست، لكنها أداة متخصصة لها نقاط قوة فريدة بتخليها الحل المثالي في مشاكل كتير. والسؤال اللي هنسيبه في الآخر هو: فكر كده في الكود اللي بتكتبه كل يوم. فين المكان اللي ممكن تستبدل فيه لوب بطيئة أو شوية if conditions معقدة بست بسيطة وأنيقة؟ الإجابة ممكن تفاجئك وتخلي الكود بتاعك أحسن بكتير.